السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم مرة ثانية، لكن رجوعي اليوم رجعت علشان أوضح لكم القصة بالضبط بعد ما تواصلت بمصطفى المومري وحمود، وتواصلت بأحمد الجيشي الذي قالوا الناس أن بينهم احتكاكات وكل واحد غلط على الثاني. استوضحت منهم الأمور وطلعت بنتيجة إيجابية جدا، طبعا بعظمة لسانهم. الكلام اللي قاعد أوصله لكم عبارة عن كلامهم هم شخصيا، لكن قبل ما أقول لكم إيش الذي قالوا لي، أمس قلت لكم الذي يشتي يسوي لايك عادي يسوي، والذي ما يشتيش براحته، واللي يشتي يشترك أهلا وسهلا، واللي ما يشتيش عادي. يعني خيرتكم لأن إحنا بنتعبكم في بقية الفيديوهات. فأجأتوني، حصلت لايكات كثيرة وحصلت اشتراكات وناس جدد نوروا القناة. والذي حط لايك إن شاء الله والله يقع إن شاء الله الذي في نفسك. فعلا كلكم فوق عيني فوق راسي، المشتركين الذي جو جداد وكمان الناس اللي تابعوني من قبل، كلكم أنا أفدى لكم. فاليوم اطلب منكم انا تسووا لايك، واطلب من الناس اللي مشتركوش في القناه يشتركوا ان شاء الله عشان يوصلكم اقوى واحلى محتوى ان شاء الله. ننقل صوره ايجابيه عن اليمن لكل الوطن العربي، ولليمنيين اللي داخل البلاد واللي خارجها ان شاء الله نسعدكم. فانا اتوقع ان انتم ما تخيبوش ظني بالاشتراكات باللايكات. على طول اكلمكم مباشره ايش الذي حصل بين احمد الجيشي ومصطفى المومري. تواصلت مع احمد الجيشي وقلت له ايش اللي حصل وايش اللي خلاك تقول ان مصطفى غلط عليك شخصيا وانه وجه الكلام لك. قال لي حاجتين. الحاجه الاولى طبعا احمد الجيشي حضر عرس مصطفى وبارك له وكلنا باركنا له، ربنا يسعدك يا مصطفى. فقال بعد ما حضر عرس مصطفى وشاف الفيديو حس بالاساءه، فتكلم برد لائق. تكلم برد لائق، الرد الاول طبعا، وكان اول شخص يرد على مصطفى المومري واعتقد الوحيد في اليوتيوبر اليمنيين. فتكلم انه ما يصلح يا مصطفى وكلنا حضرنا و كلام كلام كلام. بعدين على طول مباشره مصطفى المومري نزل رد، وكان الرد انه مصطفى المومري اعتذر، ومثل ما قلنا لكم الشخص اللي بيعتذر هذا ابن اصل وابن ناس ومش عيب. اللي بيغلط مش عيب، يعني دائما ان الغلط مرجوع بيكون. فمصطفى بعد ما غلط نزل قلنا كلام واعتذر وسبر الامور كلها. كان في جزئيه انه قال لك ولابوك، اذا انتم دارين ما هي الكلمه حقها المشهوره الذي ترامب بطل الرئاسه بسببها. فقال الكلام هذا احمد كان قصده ان الكلام له. ليش؟ لانه الشخص الوحيد الذي رد على مصطفى كان بيقول انه ما دام انا ردت عليه هو رد علي. هذه واحده. الحاجه الثانيه وهي الاهم الذي وجعت احمد يعني فعلا وحسسته يعني وجعت قلبه بالمفتوح، انه كان يخرج الشارع وكان يفتح الفيسبوك والواتساب وكل مواقع التواصل الاجتماعي ويحصل كلام انه الحق نفسك، مصطفى المومري سبلك، مصطفى المومري غلط عليك وعلى ابوك، ومصطفى ومصطفى ومصطفى. كلام الناس، كلام الناس في التعليقات في قناته في الواتساب في الفيسبوك في كل مكان كان يحصل هذا الكلام، لدرجة انه في الحارة عنده والناس المتابعين الذي عنده في الشارع كانوا يقولوا له هذا الكلام. فتحسس احمد من هذا الموضوع، قال مصطفى بيقصدني، ونزل الفيديو حق الرد على رد مصطفى رد واحمد رد عليه. فهذا الذي حصل. تواصلت مع مصطفى بعد ما تواصلت مع احمد عن طريق حمود اللي هو صاحبه وصديقه وجاره واللي بيطلع معه في كل فيديو. طبعا مصطفى المومري عريس، انتم دارين عن العريس كيف يخرج يعني او كيف يتواصل معه، قد انتم دارينها. مصطفى المومري عريس، دام الله سرك يا مصطفى ان شاء الله، وعقبال كل العزبان قولوا امين. ايوه تمام. استوضحت القصه وعرفت من حمود ان كل الكلام ولا منه شيء، ولا من الخبر خبر، كلها بعسسة ناس بيدوروا لهم مجابر فاضية ويدوروا لهم انهم يزعزعوا ويقرحوا جو تعب اليوتيوبر ومحتواهم الحلو والذي كل واحد بيجتهد في مجاله. فحمود كلمني بكل شفافية وبكل وضوح هو مصطفى انهم ما قصدوش احمد نهائيا ابدا حتى 1%. كان كلامهم ثاني وقصدهم ثاني وكل اللي في راسهم حاجة ثانية. وكان يعني مصطفى المومري معروف ان نياته طيبة، هو انسان مثل ما قلت لكم تلقائي. فحتى انا ما توقعتش انه يوجه كلام ليوتيوبر يمني هكذا رأسا. يعني الشخص طبيعي جدا بتقبل الانتقاد، انت هتحصل انتقادات فتقبلها طبيعي يعني. فما اعتقدتش انا انه انتقاد احمد حيخلي مصطفى يسب له شخصيا. على العموم بعد ما استوضحت هذا الكلام كله وسمعت الطرفين وشفنا ان الخبر كله كانت فتنة وجو قوموا الفتنة هذا ودخلت وما فيش من الخبر خبر، وكثرت الفيديوهات بعدين والتعاليق والكلام والقيل والقال وكله فينش بح. تواصلنا ووصلنا بينهم العلاقة والأمور سابرة، وأحمد كان رده رد إيجابي جدا،
مصطفى وحمود كان ردهم رد إيجابي جدا، وإن إحنا يوتيوبرز يمنيين يد واحدة، وكل واحد في طريقه وبمحتواه وبشخصيته والكاريزما اللي عنده يحاول يوصل أفضل محتوى هادف ونظرة إيجابية عن اليمن، كل واحد بأسلوبه. فكان هذا الاتفاق إن شاء الله. ومثل ما قلت لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كرهنا هذا الشيء إنه حصل إشكالية ومدري إيش واحتكاك بين اليوتيوبر، طلع هذا الشيء خير لنا إنه زد قرب القلوب ولمها وخلانا إن شاء الله يد واحدة. الناس اللي بعسسوا وعلقوا وكلموا أحمد أو كلموا مصطفى أو دخلوا الكره في القلوب، إيش بتستفيدوا؟ إيش هتستفيدوا؟ ما هو هذا. فهموني أنتوا، الحمد لله على نعمة العقل في الرأس، مش في بقعة ثانية. فأنتوا اللي تستفيدوا حاجتين. الحاجة الأولى إن أنتوا عتثيروا لكم ضجة بين اليوتيوبر وتخلوا صناع المحتوى وتخلوا بينهم كلام بذيء بينهم البين واحتكاكات وكلام بايخ. والحاجة الثانية وهي الأهم، أنتوا عتفقدوهم طريقهم الذي هم موجهين فيه علشانكم أنتوا. احنا بنتعب يعني كلنا، كل واحد في مجاله وبأسلوبه وبطريقته علشان نساعدكم، علشان نصنع محتوى هادف، محتوى ينقلنا بصورة إيجابية قدام المجتمعات العربية كلها والعالمية، وعلشان نسعد اللي داخل البلاد والمغتربين اللي خارج، نرويهم شوارع اليمن وكل شيء عن اليمن بشكل إيجابي. فأنتوا بتشتتوا انتباههم وتخلوهم ما حكت بينهم البين ويخرجوا عن هذا الموضوع ويرجعوا قال فلان وقال علان وشقف له إير وسب. ليش؟ أنتم مستفيدين لهذا الكلام. فأنا متأكد إن الفئة اللي بيحبوا الخير هم الملايين هم، والفئة اللي بيحبوا الشر هم معدودين بعدد الأصابع. على العموم لب الكلام ومختصرة إن أحمد ومصطفى حبايب وسدوا والأمور سابرة والدنيا بخير، وما بش من الخبر خبر بالنسبة للمحاكات والصياح والردود بينهم، ما بش حاجة. مصطفى ما يقصدش أحمد، وأحمد حصل سوء تفاهم بسبب الناس الذي حاولوا أنهم يسكبوا فوق النار بترول. وصلنا إلى نهاية الفيديو هذا، وإن شاء الله ما كنش زيدت بالهدره وكرهتكم في الكلام. الموضوع اندفن، يا ريت ما عاد أحد يذكره إلا بكل خير، وإن اللي حصلت مثل ما قلت لكم كرهنا شيء وأصبح خير لنا، لأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما بيش داعي للبعسسة، ما بيش داعي للحركات قدمتوا دارين، ما عاد بيش داعي نتلفظ. فكلنا وجه اليمن سعيد بإذن الله، كلنا وجه لنقل محتوى هادف جميل يسعد مثل ما قلنا المواطن اليمني أو العربي داخل البلاد أو خارجها. ربنا يسعدكم. اللي مش مشترك في القناة يخفع اشتراك بسرعة، والذي ما سواش لايك يضغط الشاشة، لو ما يقرح يفعل لايك. في أمان الله.